ازيكم عاملين ايه؟ ما تيجوا نعمل حاجة حلوة النهاردة. واحدة منهم بتتباع في المحلات وهي حرفيا بسيطة جدا مفيهاش اي فكرة، والتانية بسكوت على طريقتي هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. المقادير اللي هنحتاجها عبارة عن شوكولاتة خام من دريم، انا بحب طعمها جدا، لو انتوا بتحبوا انواع تانية عادي كله هينفع. انا معايا شوكولاتة بالحليب والتانية غامقة، وهختار الغامقة علشان تبقى صحية اكتر شوية، مش عايزين نخربها من كل الاتجاهات يعني. وممكن تعملوا ميكس بين الشوكولاته الغامقه واللي بالحليب براحتكم يا شباب يعني. انا بحب ادي الفكره واللي قدامي يبدع ويعيش بقى. المهم معايا كمان شوكولاته بلبن، انا بحب وندر من دريم اكتر بصراحه، بس طعمها برضو كان لطيف وحلو. ومعايا زي ما شفتوا طقم بسكوتات، والله العظيم ما عارفه مين فيهم مقاطعه ومين لا. انا اتربيت على لوكس واتصدمت لما عرفت انه مقاطعه، وقلت اولكر تركي اعتقد يعني معانا. المحل ده كان كل البسكوتات الساده اللي فيه، فلو قدامكم بسكوتات تانية وتكون مش مقاطعه يفضل تجيبوها. ومعايا كنافه كسرتها وحمرتها في شويه سمنه بلدي، واللي في الطبق التاني ده بقى جربوه في الحلويات وهتحبوه جدا جدا، وصحي بجد كنز فوائد. عارفين اللب القرع اللي هو اللب الابيض؟ هو ده بقى احنا بنشتروه متقزقز جاهز من غير ملح علشان نستخدمه كعلاج او مصدر للفوائد. الموضوع بعد كده سهله جدا جدا. اول نوع بسكوت معانا بيتباع في المحلات هو بسكوت ساده تماما، متغمس في شوكولاته ومتغلف بيها كويس قوي، وبس كده. وبيتباع في المحلات وبنصرف فلوسنا عليه، وهو ابسط من البساطه. فهتجيبوا اي بسكوتيه سواء بسكوت بالشوكولاته او ساده. ومعايا 4 مكعبات شوكولاته غامقه، سيحتهم دقيقتين في الميكرويف وحطيت عليهم معلقه صغيره زيت وقلبتهم كويس قوي في بعض، وبعدين نزلت بقى البسكوت فيها واديته غطس حلو كده. الشوكولاته الغامقه هتديكوا احساس البسكوت اللي بيتباع بره قوي، والفكرتين اللي جايين دول هيعجبوكوا قوي ان شاء الله. هناخد بسكوته من اللي غطسناها بسرعه قبل ما تنشف وتحطوها في لب القرع المجروش ده كمكسرات، وبجد الطعم تحفه. والفكره التانية بقى اني هجيب بسكوتيه احط عليها كنافه خلطتها بمعلقه من شوكولاته الدهب، وواحده احط فيها اللب كمكسرات، وواحده خلوها كنافه بس من غير مكسرات من جوه. طيب والبسكوت هيمسك ازاي في بعض؟ زي ما شفتوا كده جبت معلقه من شوكولاته بلبن ودهنت بيها البسكوته علشان تمسك في الحشو واعرف اغطسها في الشوكولاته. وطبعا بندهن البسكوتين اللي تحت واللي فوق ونزلوها في الشوكولاته السايحه وزينوها زي ما تحبوا. انا واحده عملت ليها اطار كده من اللب والتانية حشتها بيه من جوه بس. عايزين تعملوا زي ترند شوكولاته دبي وتعملوا كنافه بزبده الفستق براحتكم، بس انا ما بحبش زبده الفستق، بحبه كمكسرات اكتر بكتير. الحشو تقدروا تبدعوا فيه على فكره، اي حاجه بديل شوكولاته الدهن هتنفع معاكم باي طعم تحبوا تاكلوه مع البسكوت. طبعا انا تعمدت ابين ليكم الخطا اللي وقعت فيه وانا بشيل البسكوت. انا مع الاسف نسيت احط ورق زبده واحتست، وفي ضحايا وبسكوتات اتكسرت مني بس اكلتهم برضه. وانا زينت الطبق بتاعي باللب، وطبعا ليكم الحريه في طريقه التزيين. عايزه اقول لكم الحاجه الحلوه دي سهله وسريعه وشيك قوي تتقدم لضيوفكم لو بيتكم ما فيهوش غير شوكولاته مطبخ وكنافه وبسكوت، او حتى بسكوت بس وشويه شوكولاته. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وبالهنا والشفا.